أهلا بيكم مع فيديو جديد على قناتكم الدراسات الممتعة. يلا بينا نبدأ. المعلومة في الدرس كانت هي واللي بيميز مظهر سطح قارة إفريقيا إنها متنوعة وغنية بالموارد والثروة الطبيعية. يعني تقدر تقول عندي هضاب، جبال، سهول. طب يا ترى هتكلمينا عن مين فيهم الأول؟ هكلمكم عن اللي عددهم أكبر فالأصغر ثم الأصغر. يعني هكلمكم عن أكبر مظهر سطح يغطي قارة إفريقيا، الهضاب. أنا عندي 4 هضاب، 3 أنواع من الجبال، على سهلين، على جزيرتين. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي هضبة شمال إفريقيا. خليها تتكلم عن نفسها. أنا أكبر هضبة بأفريقيا من حيث الاتساع، بس برضو الحقيقة قليلة الارتفاع. بمتد بحري أحمر في الشرق، والمتوسط شمالا، أطلنطي كده في الغرب، ووسط أفريقيا جنوبا. جنوبا، جنوبا. طب في حاجة تانية عنك تتقال؟ آه، مصر جزء مني، وبنحدر نحو الشمال، وغنية بالتضاريس. عندي صحراء، واحات، منخفضات، جبال. ياه، كل دول عندك؟ طب زي مين يا ترى؟ راح أقولك من سكات اسمه العوينات. ده حتة جبل موجود في 3 دول: ليبيا، السودان، ومصر، وبالتحديد جنوب غرب مصر. تعرف ايه تاني عندي موجود برضه في مصر؟ خفض القطارة في مصر، واحد سيوة في مصر. أمال ايه واحة الجوف؟ لا دي في ليبيا يا عالم. وعندي الصحراء الكبرى، أكبر صحراء في العالم. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟
المعلومة في الدرس كانت هي. طب الهضبة التانية إيه هي؟ دي هضبة الحبشة، الهضبة الأثيوبية. كلمينا عن نفسك. منبع موسمي نهر النيل علشان أمطاره صيفية. دي أنا. موجودة في شرق القارة، تمتاز بخصوبة التربة. دي أنا. خصوبة التربة دي بالطفوح البركانية أدت لقيام زراعة، أدت لقيام حضارة. عندي أنا. أعلى هضبة في أفريقيا، طبعا أنا. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد، ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي. أنا هضبة البحيرات الاستوائية، موجودة في وسط أفريقيا، يعني خط الاستواء بيمر عليكي. منبع دائم أنا للنيل، يعني مطر طول العام بيسقط عليكي. قمم جبال بركانية، بحيرة عذبة اسمها فيكتوريا، دول موجودين عليكي. وبنحدر نحو الشمال، بارك الله فيكي. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد، ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟
المعلومة في الدرس كانت هي الهضبة الروعة هي الهضبة الجنوبية. أنا كلمتين يدوم، بنحدر نحو الشرق وبقع في الجنوب، بس جنبي في الشرق في بسم الله الرحمن الرحيم. إيه في إيه جنبي؟ الأخدود الأفريقي العظيم يا ماما. مين ده؟ ده مجموعة انكسارات بطول قارة أفريقيا، من الجنوب للشمال، من ناحية الشرق، شرق قارة أفريقيا. أقول لك تاني عنه؟ قوليلي. خليج عدن، بحر أحمر، وخليج عقبة، التلاتة دول جزء منه. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.